باش يفوز. ومن الجيد ان راح نواجهوا نهضه بركان، لانه نعرفوا هذا النادي والامكانيات اللي نشوفوها في نادي شباب قسنطينه ونادي نهضه بركان. يعني الطريق راح يكون مفتوح امام شباب قسنطينه لبلوغ النهائي. خلاص غير دير واش تحب. وان المباريات التي تجرى بين البلدين هو ديربي مغاربي يكون صعب، وزيد يعني خاصه ضد هذا النادي. انا نقول لك هذا النادي لازم نفوزوا عليه ولازم نلتفوا كامل وراء شباب قسنطينه، لان هذا النادي لازم نفوزوا عليه ولازم نلتفوا كامل وراء شباب قسنطينه، لان انا نتمنى تكون هناك عداله الهيه، لان لازم تروح عليهم في يعني لو ميم ستاد في نصف النهائي باش هكذا يحسوا ان يعني احنا نقدروا نربحوهم الا بكره قدم وبطريقه يعني يحكم يعني الجامعه تاعهم الكل يعرفوا. ولذلك انا نظن اليوم جاءت الفرصه باش تكتمل الفرحه، لان الجزائر حرمت. هذه العاصمه كان يكون بالك ضعف، العزيمه تكون ضعف. انا نقول لك لان بعد الحديث حدثت لهم ولكن شباب قسنطينه سيدخل بنفس العزيمه وبنفس التحدي. هناك مباراه تاريخيه اللي تقدر تلحقوا الى نهائي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه